اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما غفلوا عن ذكره الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ أتمنى يا رب تكونوا في أسعد حال يا رب، وأروق بال وصحة وسعادة دايما بإذن الله. النهارده هنعمل مجموعة لسه الأجزاء اللي هي تجهيزات شهر رمضان المبارك. عاده الله عليكم وعلينا وعليكم بخير باليمن والبركات والسعادة يا رب والصحة والرزق الوفير على الجميع، آمين يا رب العالمين. دلوقتي احنا بشرنا كمية بصل كبيرة اهي، يعني دول في عين العدو كده زي ما بيقولوا 5 بصلات كبار قوي، ممكن يجوا لهم كيلو الا بصلة كده يعني كويسين. وحطيت لهم مادة دهنية، حطي المادة الدهنية اللي انت عايزاها، عايزة تحطي سمنة، عايزة تحطي زيت زيتون، عايزة أي حاجة تحطيها حطيها، بس طبعا يفضل بصراحة السمنة، وكل ما كانت السمنة بلدي أو نوع كويس كل ما بيبدأ الأكل طعمه حلو بصراحة، مفيش منه خوف. النهاردة أول حاجة بشرنا البصل وحطيناه على النار مع المادة الدهنية. هنحمر البصل وهنوريكم الخطوات اللي هنعملها ورا بعض لحشو الفراخ اللي احنا هنجهزها إن شاء الله، وهنشيلها في الفريزر تبقى مشوية ومتحمرة وجاهزة، بحيث ان انت تطلعيها على طول يا دوب تفك وتسخني، مش محتاجة مجهود خالص. خليكم معانا. بصوا كده يا حبايبي البصلة تنينا متابعينها لغاية لما بقت بالشكل ده كده، دبلت خالص، بقت لونها مصفر، في منها بقى احمر شوية، يعني هي كده خلاص البصلة كده كويسة. هنحط عليها بقى كده يعني فلفل اسود، حط عليها برضه كمون، وطبعا البهارات اللي انت عايزاها حطيها، مش كتير زي يعني نص معلقه كمون صغيره حسب ما تحب، والفلفل الاسود برضه حسب ما تحب، كل واحد بياكل مزاجه، يعني في ناس بتحب الفلفل وناس بس لا. برضه ملح، احنا حطينا شويه في الاول، برضه شويه ملح الاول، بس نحط شويه تاني ونظبط ملحنا، نظبط الملح بتاعها نشوفه، هندوقه مع الفريك نشوفه الملح يبقى مظبوط. ده حوالي كيلو بصل، واحد مات وجيب كيلو بصل وبشوية. والفريك يعني حاولت، حطيت نص كيلو وفتحت النص التاني، خدت منه حوالي نص كده، هقول كده الا ربع، بس بيزيد. بص زاد قد ايه؟ بصوا يا حبايبي كتر، وما كانش كده اساسا، يعني كان الاول شويه صغيرين كده. وسيبيه بقى نعين، تنقع الفريك ده يعني ممكن ساعة 2 زي ما تحب، مية عادية خالص، مش لازم تسخن مية، ساعة 2 ما بيحصلوش حاجة. غسلت الفريك وظبطيه، كل حاجة برضو البصل تفشريها وتحطها على النار مع المادة الدهنية اللي بتحبيها، سمنة زيت زيتون أي حاجة. وبعد كده لما خلاص البصلة جهزت احمرت اصفر لونها زي كده بقت حلوة كده، هتروح حاطة عليها الفريك وتحطي الملح زي ما بيقولوا كده، تحيقيه يعني تظبطي ملحه والبهارات بتاعته، كمون، فلفل اسود، اللي بيحط شطه يحط، كل واحد حسب الاكل اللي طعم يحب طعم الاكل. عايزه تحطي شطه حطي شطه، عايزه تحطي اي حاجه تانية حطي. المهم هو دي كده الفريك بنجهزه عشان نحشي بيه الفراخ. نفس الفريك ده تحشي بيه برضو، التجهيزه دي بتحشي بيه، ممكن لو عندك حمام تحشيه، عندك وز هتحشيه، بطه هتحشيه، فراخ كبيره هتحشيها، كل حاجه هتتحشي عايز تعمليها الفريك هو ده الاساس بتاعها. هنسيب نقلب فيها شويه لغايه ما يتشرب بالماده الدهنيه وبالبصل ويتظبط، وندوق ملحه كويس ولا لا، يعني ناخد شويه فريك كده بعد ما شويه نشوف ده طعمهم حلو ولا لا، لان هم المفروض مستويين نص سوا، يعني كده الفريك هيبقى مستوي نص سوا. لو خدت كده شويه هنا كده ايدك هتلاقيها مستويه، يعني يا دوب عقده كده زي ما يكون عقده الرز كده، طعمه حلو على فكره. شوف لو شويه ملح صغيرين بس. نبتدي بقى ايه، نقلب فيه كده شويه بحيث ياخد طعم بعض، هو ياخد طعم البصل والبهارات.
كده تمام. احنا كده نجيب بقى الفراخ ان شاء الله، ونوريكم ازاي ان شاء الله نتعامل مع بعض، ازاي نقفل الفراخ خياراتها، ازاي طبعا الفريك ما يطلعش منها كده. البصل كده تمام، والفلفل ناخد شويه. طعمهم حلو قوي، مش محتاجين ملح يعني، هنحط ملح في الشوربه تمام. طعم حلو قوي، البصل عامل طعم فيه حلو يعني، مش قليل يعني. البصل تعتبر كده تقولي اكتر من الفريك بالوزن، بس الفريك طبعا بيزيد مع اي ساعه ولا اتنين. وتغسليه طبعا غسله نظيفه، تغسليه كويس قوي، تحطيه اي ساعه ولا اتنين وتاخديه تحطيها كده خلاص كده جاهز للحشو. هنجيب الفراخ وهنحشيها مع بعض، وهنشوف الخطوات الجايه مع بعض ايه. خليكم معايا يا حبيب قلبي، اوعوا تروحوا بعيد. سلام يا حبايبي مؤقتا. بصي يا حبايبي كده الفريك هدي عشان اعرف امسكه، انا بحب احشي بايدي بصراحه مش بالمعلقه. والفراخ اهي كده، هنحشي الفراخ وهنخيطها. بس قبل ما نخيطها الابره دي نسخن سنها شويه على النار ونمسحها بمنديل كويس عشان يبقى كده في السريع. وده خيط عادي جدا، ولو ما كانش فيه الخيط الابيض بس ما يكونش فيه خيط الوان يعني، ما تعمليش بقى اي خيط الوان. بس هنا تقعدي تحشي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحشي كده. طعم الفريك وريحته جميله جدا. تحطي اللي انت عايزاه بقى عليها، تحطي فلفل اسود، تحطي كمون، تحطي ملح، تحطي شطه، تحطي اي الحبوب التانية بقى، البهارات التانية اللي انت عايزاها مش هتفرق. المهم هو دلوقتي كل واحد، في ناس ما بتحبش كتر البهارات، ملح بس، في ناس ملح وكمون وخلاص. احنا من ضمن الناس ما بتحبش بهارات كتير بصراحه. في ناس بتحط جوز الطيب برضو، تقشرها وتحطها على الفريك. تقعد الابره وتعملها كده عشان بس ما تفلتش منها الناحيه التانية، وتقعد تخيطها كده كويس. هو النظام ده بيمشي مع الحمام ومع الفراخ الكبيره برضو ومع الوز، اي طيور تعمليها. وممكن دي الاكله دي او الفريك ده مشهور اكتر في الصعيد، في جنوب مصر مشهور اكتر يعني. في البحيره او الباقي البحري ما بيعملوش فريك، ما تلاقيش اصلا عندهم فريك. بيعملوا رز، لو هيحشوا لو انهم بيحشوش كتير يعني، مش غاويين حاجات محشيه بيبقى رز. لكن الصعيد مفضل الفريك عندهم دايما، ودايما هم بيخزنوا من القمح الفريك قبل ما يستوي يعني. فدي يعتبر الحشو ده والحاجات الطيور دي أكلة صعيدية أساسا. هنا دي تتحشي كده خلاص، بنحشيها نخيطها، وهنحشي برضو الجزء اللي فوق. دي ممكن بقى تحطيها تشيلها بقى في وقت ما تخلصيها، تحطيها في الفريزر، هتشيليها جاهزة جميلة، مش هتاخد منك وقت يعني. انتوا بتاعتي كده هتاخد منك وقت شوية، لكن تكون جاهزة مش هتاخد وقت. هتطلعيها على طول، تفك تسخني خلاص بقى عندك وجبة جاهزة، وأسرع وأنضف من الحاجات اللي تجيبها من بره. يعني انت لو رحت تجيب بره حمام مثلا محشي بالفريك، مش هتلاقيه زي الحاجة اللي انت عاملاها في بيتك يعني. الله أعلم نظام الحاجة بتاعتهم عاملينها ازاي، لكن تكون حاجة عاملاها في البيت تبقى نظيفة. والله ريحة البصل مع الفريك ريحته جميلة جدا، وهو لسه يعني هو يتاكل على كده يعني. الفريك ممكن يتاكل كده بس ناقصه شوية سوا صغيرين مش كتير. برضه هنا صحيح الدولة مش مفتوحة كويس، الفتحة فوق بس عادي في الرقبة، بس عادي تتقفل عادي مش مشكلة. ولو الفتحة تكون مفتوحة زي الزور كده من فوق أو زي الكيس، لكن هو مفتحها جامد في الأرجل، فيعني برضه تتحشي مفيش مشكلة، هتتلم وتتحشي بإذن الله. الحاجات دي جميلة جدا. وبعدين الفريك مغذي وكويس وما بيتخنش، مش زي الرز يعني. الناس كتير تقول لك الرز لا بيزود الوزن، لا ده جميل جدا.
والأكلة دي أساسا أكل من جنوب الوادي أو جنوب مصر يعني. هنا بقى هنعمل ايه تاني بعد ما نحشيها ونخيطها؟ احنا مجهزين دلوقتي عندنا ميه على النار بتغلي، هنسيبها لما تغلي، ومجهزين فيها يعني تحطي بصله، انا هوريها لك دلوقتي حبيبي. تحطي بصله، تحطي جزر مقطعه، تحطي قشر ليمون يعني الشوربه، يا مع حاجات مع بصله مع جزره، يا مثلا تحطيه برضو لو بتعملي فول بتدمسي فول هتحطيه برضو فيها مفيش مشكله، جميل يعني مفيد لكل حاجه. فالاحسن ما نرميش قشر الليمون. بس نشوف بقى كده الميه بتاعتنا سخنت بدات تغلي ولا لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه شويه كده حطينا اهو بصله، جزر، عصر الليمون المعصور، ليمونه معصوره نصين، ولو عندك كرفس حطي برضو مفيش مشكله. كده هنا عملنا واحده تانيه اهي، بسم الله ما شاء الله زي الفل. دي الفراخ الصغيره بتبقى احسن من الحمام شويه، لان الحمام بيبقى صغير قوي فدي بتكون ماسكه نفسها شويه. احنا الميه هتغلي وهنحطهم ونوريكم مع بعض، استنوا جايلكم حاجه. شوف بقى الميه بدات تغلي كده، نحط بسم الله الرحمن الرحيم عشان الميه ما تبردش مننا، يا دوب نحط 2 ونقفل عشان تلحق درجة الحرارة بتاعتها ما تغيرش جامد. لأن لو عملناها حطيناهم ورا بعض هتبرد وتقعد فترة طويلة عمال ما تسخن تاني تبدأ درجة الغليان. فيفضل تحطي 1 أو 2 بس الأول لغاية ما تبدأ تغلي، وبعد كده تسقطي الباقيين واحدة ورا التانية بالمية المغلية. لو تاخدوا بالكم هنا في فريك كتير أوي فيه، أنا ما بقلقش من الحاجة اللي تفرز زي كده، لأن ده كده جاهز لأي حاجة أحشيها تاني بعد كده. اي حاجه زي كده بعملها انا بس حبيت اعرفكم الكميه اللي حطيتها في الاول عشان تقدروا تعرفوا ان يعني ممكن هم نص كيلو يجروا وراهم دول الفلفل او نص كيلو او على البصل، بس انا عملت دول كده جاهزين احطهم في اي علبه في الفريزر او في كيس، بحيث اما اجي اعمل حاجه عندي صغيره مش عايزه فريك كتير اطلعهم ويا دوب يفكوا ويسخنوا شويه على النار، خلاص احشي بيهم جاهزين. انا وفرت الشغل على نفسي تاني لما اقعد اعمل بصله واجهز فريك واغسل، لا كده جاهزين لاي حاجه تانية تتحشي. هنشوف ده كده بدات تغلي، لا شويه كده نسيبها عشان ما تغليش. هما مش هتختلف درجه الحراره، مش هتخليهم واحده نيه ومستويه، لا لان هي لسه ما بداتش تغلي. مجرد ما تغلي هتحط التانية. هنا بالنسبه للشوربه دي لازم دوقيها الاول، يعني قبل ما تحط الفراخ دوقيها شوفي ملحها مظبوط. كده بدأت تغلي، نبدأ ننزل بسم الله الرحمن الرحيم الفرخة ورا التانية. بسم الله الهادي، بسم الله ما شاء الله لا إله إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على سيدنا محمد. كده بنقفل بسم الله ما شاء الله برضو لغاية لما تبدأ تاخد درجة غليان تاني عشان المية ما تسقعش ما تبردش، لو بردت مش حلو عشان الشوربة تطلع لونها جميل وطعمها حلو. كده هنخلص الدور وهنجيلكوا بعد ما يخلص يستوي، هنجيلكوا قبل ما نحطهم في الفرن ان شاء الله. سلام يا حبايبي، استنوني ما تمشوش. بصوا بقى يا حبايبي كده قلت واستوى الحمد لله، ان هو اصلا فراخ صغيره مش كبيره. كده نطلعهم ونحطهم في صينيه ونحطهم في الفرن يحمروا كده شويه ياخد لون ذهبي وبالهنا والشفا. بس هوريلكم برضه هنعمل خطوه خطوه، عايزه تخليهم كده وافضل تخليهم كده. بسم الله. هنطلع دول وهنحطهم في الفرن
وهنشوف الخطوه اللي بعدها وهنجيلكم ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي اهو كده الفراخ طلعت، حطيناها في الفرن. انا حطيت شويه بصراحه، حطيتها شويه وشويه تحت عشان تحمر فوق وتحت. هتلاقيها متحمره دي برضو كانت تحت، هتلاقيها من ناحيتين حمرا وجميله. دي بقى وكمان الشوربه بتاعتها جميله جدا هنا. وريحتها ريحه الفراخ بالفريك مختلفه خالص. يعني لما بعمل فراخ لوحدها الريحه بتاعتها ما بتبقاش بالجمال ده. الريحه دي جميله جدا، تحسي كده حاجه نظيفه. ريحه الفريك بالبصل مع الفراخ طعمهم تحفه. دي كده الفراخ عملناها بالفريك، دي الريحه بتاعتها في منتهى الجمال وطعمها جميل. وبعدين في حاجه تانية، الفرخه لما بتكون كبيره قوي بتبقى فيها دهون ما بتبقاش مفيده للجسم زي الصغيره. الفراخ اللي هو بيقولوا عليها حشو او بيقولوا شمورت او بيقولوا برابر، كل واحد دي اسم بيقولوا بحاجه معينه، كل واحد بيسميها اسم. الفراخ دي جميله جدا. بصي اللسعه الحلوه دي. بصوا يا حبايبي كده، دي يعني لسعه شوربه مش مشكله. دي كده في منتهى الجمال وصحيه وخفيفه على المعده. والفريك ليه طعم تاني. اللي يعرف بقى صح اللي جربوه هم بتوع اللي جربوا الفريك ده، بصراحه حاجه بالفريك طعمها جميل جدا. كده عملنا النهارده الفراخ بالفريك محشيه. واحنا قلنا قبل كده الطريقه دي بتنفع لكل الطيور، تعمليها نفس الطريقه. بس كده تمام يا حبايبي. واللي انتوا عايزينه، لو عايزين اي حاجه اعملها لكم قولوا لي عليها. احنا لسه برضه لغايه دلوقتي لسه بنجهز لشهر رمضان، وعليكم بخير يا رب يعود علينا وعليكم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يسعدكم جميعا.